مفيش الا تعليق واحد جالي على الفيديو ده، تمام، وقال لي ان هي بتتغسلش، هي بتتمسح بس. فشكرا للتعليق اللي جالي. فانا بقى هفكه باذن الله وهقول لكم انا عملت فيها ايه علشان الصدى يروح. طبعا بالليمون، بس طبعا هياخد ليمون منك كتير جدا لان انت هتعصري الليمونه جواها، تمام. وانا هقول لك افكار يوفر عليكي كتير جدا، تمام. هي الليمونه وقعدت ادعك فيها لما الصدى راح، بس في بيروح وفي ما بيروحش. فانا هحط فيها خل، احط في كل بولة كده من اللي هي المصدية دي خل، الحاجات الصغيرة ديت احط خل فيها وانقعها. واحدة قالت بالبطاطس، قشر البطاطس، قلت ما نجرب، مش هنخسر حاجة، نجرب. قشر البطاطس ما بيعملش حاجة يا جماعة، لا ابعدي عنه خالص قشر البطاطس. هقولك بقى فكرتين حلوين جدا تعملي بيهم والصدى يروح، تمام. الليمونة بعد ما نعصرها طبعا بيبقى لها قشر، دي فوائدها كتير جدا، ما ترميش القشر ده. قشر الليمون هتعمله حاجات كتير جدا. اولا انا ممكن اجيب الليمون، قشر الليمون ده، واحطه في ميه واغليه، لاي حاجه بقى عايزاها تنضف هتنضف باذن الله. في برضو لو صدى عندك في الهدوم، الملح والليمون يا جماعه بيطلع الصدى من الهدوم، حلو جدا. انا جبت يا جماعه الخل كده علشان كمان ظهرها كمان في صدى، فانا قلت عشان هي نغمرها بالخل كده ويطلع الصدى كله من جواها ومن براها كمان، فانا قعدتها في الخل بالمنظر ده وهسيبها. جبت بقى قشر الليمون اللي عندي وهغليه في ميه في الطاسه زي ما حضراتكم شايفين. يبقى انا حبه حطيتهم في الخل وحب ونقعتهم وسبتهم، وحبه حطيتهم في الميه السخنه وقشر الليمون. شوفوا، لا بجد بجد الصدى راح شويه اهوت ولمعت شويه. ان كان الليمون ولا الخل، لا بجد عملوا مفعول. وطبعا طبعا لازم ولا بد سلك وبريل بقى وصابون، اي حاجه لازم تدعكي. الدعاك ده اللي هيخلي الصدى يروح خالص ويرجعها حلوه وبتلمع ونضيفه ومن غير صدى باذن الله. ان كان الليمون في المغلي القشور بيه، او ان كان الخل اللي موجود عندك هنعمل بيه. وهتشوفي كمان المدعكه هتبقى منظرها عامل ازاي. هجيبي السلكة بقى واي بريل بقى، اي صابون، اي مسحوق عندك بتغسليه بالمواعين هتغسلي بيه. شوفي ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ طبعا ده بالخل. انا هوريكم الخل اللي انا نقعاه بالخل، وهوريكم كمان اللي دعكته بالليمون. الاتنين بصراحة النتيجة حلوة، النتيجة بصراحة حلوة جدا، ان كان بالخل او بالليمون الاتنين حلوين.